الكلام غير المجدي اتركه، لأن من كثر كلامه كثر لغوه، ومن كثر لغوه كثر خطأه، ومن كثر خطأه دخل النار. هذا ما يصير اللسان انت مخليه مغربل يطيح في يوم من الايام. شنو الداعي؟ شنو اللي ليش تعرض لها التجربه هاي الى ان يطيح؟ ما في حاجه. هاي اللسان حاول ان تخليه يتكلم بالمفيد، ان تخليه يشعر بان عليه قيد. يقولون اذا اصبح الصباح الاعضاء يسألها اللسان، يقولها كيف أصبحت؟ تقول له إن أراحنا الله من شرك فنحن بخير. هو الواقع. إن عند الإنسان بضعة إذا صلحت صلح الإنسان، القلب. لكن المعبر عن القلب شنو؟ هو القلب أنت ما تقول هو ضمير، يعني أي فكرة عندك ما تقولها ضمن نطاق القلب، لا عليها جزاء لا عليها ثواب ولا عقاب. ما طولها ضمن نطاق القلب ما عليها شيء، لكن شو وقت عليها إذا اشتغل اللسان، إذا ترجمها تتخطر. انت اكو بعض الكلمات خلت بالدنيا مفاعل وطلعت، نعم دبت لها مفاعل، هذا المفاعل أحرق الدنيا وراح. تتصور هذا الله يتركه؟ أبدا. هاي الكلمة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، لأن الكلمة لها أثر. وبالفعل احنا تشوف تلقى الأمم الآن هالصراع، النزاع، المشاكل، منين هاي؟ معظمها جاية من التراث. التراث شنو؟ قول ألقاه القائل وذهب. كثير من النظريات أو من الألفاظ قالها القائل وذهب، وظلت لك من بعد تحرق بالدنيا مثل الحطب اليابس تشتعل بها النار. نعم مصيبة. وخطر الكتاب خطر ضخم، خطر الكلمة خطر ضخم. لا تتصور السيف والمدفع والقذيفة يذهب أثرها، كلها يذهب أثرها، لكن الكلمة النابية ما يذهب أثرها، تظل باقية، تظل تحفر وين؟ بأذهان الناس. ومن هنا كان اللسان موضع عناية المشرع، أن الإنسان يجب أن يرعى هذه البضعة وما يخليها تحش بأعراض الناس وبكرامات الناس. نعم كلمة تغير، يعني تغير للواقع. يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: كم من كلمة جلبت نقمة وسلبت نعمة. كلمة واحدة. هسه ليش تروح بعيد؟ الآن احنا نحكم على الإنسان مسلم إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، ونحكم عليه أنه كافر إذا أنكر الله بلسانه. الكلمة، لأن الكلمة إلى خطرها، إلها وزنها، باعتبارها ترجمان عن الإرادة، معربة عن العقل، معربة عن الفكر. فالذين هم عن اللغو معرضون. خليك بعيد عن اللغو، خلي هاللسان هذا بمكانه، ماخذ طريقة، خليه أداة يعبر عن أغراضك وأهدافك وتقضي أشغالك، وتبتعد بيه عن اللغو.